من أصعب التجارب اللي ممكن تعدي عليه، وتقريبا كلنا عدينا بالتجربة دي، إننا نكون عايشين مع ناس وفاكرين إنهم هيكملوا معانا العمر كله، بس ما بيكملوش، لأن ده الطبيعي وهي دي الحياة. ناس تدخل حياتك وناس تانية تختفي. إحنا أصلا كلنا فترات في حياة بعض، يعني في ناس أنت كنت فاكرها إن هي عشرة عمر بس دلوقتي بقت ذكر. ده مش معناه خالص إنك اتخدعت ولا إن هما ناس وحش. كل الموضوع إن الحياة بتبدل أماكن الناس زي ما بتبدل الفصول بالظبط. يعني اللي كان شمس ممكن يبقى سحابة، واللي كان بعيد ممكن يبقى قريب. دي سنة الحياة. قبول التغييرات دي في حياتك هو أول خطوة تاخدها عشان تثق في نفسك وتعيش في سلام نفسي. اوعى تركز على مين ماشي، ركز بس على اللي لسه مكمل معاك، وما تستناش من كل الناس اللي هي تكون دايما معاك. أوقات كتير بيكون انتهاء دوره خلاص، وانت مش مطلوب منك خالص انك تحتفظ بكل الناس، لكن مطلوب منك يبقى قلبك دايما نضيف ودايما واقف على رجليك. وبرضه مش مطلوب منك تمسك في كل الناس، لكن مطلوب انك تفهم امتى العلاقة دي كانت نعمة في حياتك وامتى كانت درس. خليك دايما واعي ان اللي يسيبك من غير سبب ما يستحقش منك ولا الف مبرر، واللي يبعد اوعى تجري وراه، لان اللي بيختار يبعد بايده ما ينفعش ترجعه بقلبك. خليك واعي عشان قلبك ده غالي، ما ينفعش يفضل يتكسر كل مرة على ناس عمرهم ما كانوا يستاهلوا تبقى ليهم.